أخبار عاجلة حول بكاء وصياح لا نهاية له. الفريق المصري هزم أمام المغرب بهزيمة مدوية، بحيث أن البكاء لم يتوقف أبدا في القاهرة وفي مصر عموما، نظرا لأنهم هزموا. هذه هي الرواية المفبركة، الرواية المخترعة من المصريين دائما. الحكم مغربي، الحكم هو القجع. كلمات يرددها أنصار مشجعين وكذلك لاعبين، حيث أصبحت لهم عادة وأعرافا في حياتهم اليومية. إلى متى البكاء يا مصريين؟ إلى متى البكاء؟ هل حتى ينتهي الزمن، أم كل هزيمة مبررها الحكم، أم أنكم لا تستطيعون مواكبة تطور الكرة المغربية أمام 100 مليون نسمة مقابل 30 مليون نسمة؟ الفرق في الذكاء وليس في الكم، وهذه هي المقولة المشهورة. وإلى متى سيلعب منتخب مصر كرة القدم أو أنديتها، سواء كان هذا البكاء والعويل أمام كل من الوداد هزيمة واحدة فقط، بكاء لا نهاية له؟ إلى أي مدى سينتهي هذا البكاء ويلعبون كرة القدم ويعترفون بالهزيمة أنها هزيمة كما يعترف بها المغرب؟ هذه هي كرة القدم، يجب الاعتراف قبل كل شيء، لأن الروح الرياضية هي الأهم. لكن منتخب مصر على خلاف ذلك لن يعترف لك إلا بالحكم وقسم وغيره من الحكام. هذه هي المقولة.